ازيكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هتكلم عن شويه تريكس في الاف ال ستوديو بتساعدنا ان احنا نحل مشاكل بتحصل لنا واحنا قاعدين شغالين على البرنامج. اتمنى الفيديو ان هو يعجبكم. التريك الاولى هي ان انا بكون فاتح البيانو رول وبكون مثلا بقلب في السامبلز وبقى عايز اختار سامبل معينه انا عايزها ومفروض ان انا اشدها عشان خاطر احطها في الارينجمنت، فغصب عني بدل ما بحطها في الارينجمنت بتنزل مني في البيانو رول، فده اللي بيكون المنظر بالظبط اللي بيحصل. فمهما ادوس كنترول زد ما بيحصلش اي حاجه خالص، ما بتتشالش، بتفضل ثابته كده. الحل بتاعها ان انا بدوس الت ان بس فبتتشال. التريك التانية اللي انا هتكلم عنها لما بيجي لي ميدي فايل من ده وتاني غير اف ال ستوديو، وخصوصا لما بيكون الشخص مغير الالوان دي، فباجي ان انا احط الميدي فايل جوه البيانو رول ما بيرضاش ان هو يطلع اي صوت خالص. انا دلوقتي ضفت الميدي فايل وهاجي ان انا اشغل دلوقتي، مفيش اي صوت بيطلع. فالحل بتاعها ان انا بعمل سيلكت لكل النوت اللي موجوده في البيانو رول، بعد كده بدوس الت سي بيبتدي ان هو يتغير الالوان بتاعته. التريك التالتة بتتكلم عن تنظيم السي بي يو، وان انا بكون شغال ففي بلجنز كتير بحطها ومكاتب وحاجات كتير قوي، ومع الوقت ببتدي انسى ايه اللي انا مبقتش استخدمه، فده بيعمل لود على السي بي يو. يعني ده مثلا بيوصل بيبقى ده الشكل بيبقى عامل كده، فانا عشان احل المشكله دي بقوم جاي دايس هنا على السهم ده بتاع الشانل رايت، بعد كده بختار سيلكت ان يوزد شانلز، فبيبتدي اوتوماتيك يقوم جاي معلم ليا على الحاجات اللي انا المفروض ان انا اشيلها، بس بمسحها فابتدي ان انا اخف الحمل على البرنامج. التريك الرابعه بتتكلم عن التيمبو، بتتكلم عن الاسترتش، وفي حاله لو انا عندي سيشن كبير وعايز ان انا اغير التيمبو بتاعه ومليان ويفات كتير قوي، فانا اكيد مش هروح على كل واحده وادوس دبل كليك بعد كده اختار المود واغيره ان هو يبقى ستريتش. فابسط طريقه ان انا بختار من هنا تولز، بعد كده بختار سويتش اول اوديو كليب شانلز 2، بعد كده بختار ستريتش، اقول له اوكي، فلاقيهم اتحولوا كلهم لستريتش. وفي حاله لو الاصدار بتاع الاف ستوديو اقدم من 25 فانا بختار تولز، بعد كده بختار ماكروز، بعد كده بختار سويتش اول اوديو كليب 2 واختار ستريتش. التيمبو الاصلي بتاع السيشن هو 80. طيب انا عايز اغير ان انا ارفعه مثلا اخليه 126 بس، وبكده اكون خلصت، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وشكرا جدا ليكم.